لو هختار طريقة واحدة بس للبطاطس اعملها كل يوم من غير ما ازهق هتبقى الطريقة دي. فاللي عنده حبتين بطاطس وحبة بيض واحدة بس يقوم يجربها ويجي هنا في التعليقات يقول لي رأيه ايه. دول حبتين من البطاطس قشرتهم وغسلتهم كويس وبالمبشرة بشرتهم كده، وهبدأ ان انا اصفي كل المية اللي موجودة فيهم. وفي طاسة على النار بحط معلقتين كبار زيت تسخن الطاسة كويس، بنزل بنص كمية البطاطس وافردها كده على شكل قرص، وبتبلها بملح وفلفل اسود وبغطيها بغطا علشان البخار بيساعد البطاطس انها تستوي. هتاخد على كل جهة تقريبا 3 دقايق وتلاقوها كده بتفصل من الطاسة وبتتحرك معاكم، تعرفوا من هنا ان البطاطس استوت. بنخرج بقى اول قرص بطاطس كده من الطاسه وبنبدا نسوي باقي كميه البطاطس بنفس الطريقه على كل جهه 3 دقايق، هتلاقوها قرمشت كده واستوت كويس. بنخرجهم بقى في طبق على جنب، وفي نفس الطاسه بحط معلقه صغيره من الزبده، ودي بيضه مخفوقه برشه ملح وفلفل اسود، وابدا اسويها بالطريقه العاديه كاني بعمل اومليت عادي. زودت كده شرايح فلفل اخضر حامي اختياري وممكن ما تضيفوش، والبيض لسه ني كده من فوق بضيف اول قرص من البطاطس وبعد كده بقلبه على الجهه الثانيه، بزود رشه جبنه موتزاريلا وبرجع احط تاني قرص من البطاطس وبغطيه بقى علشان الجبنه تسيح والبيض يكمل تسويه. وبس كده، دي ألذ طريقه ممكن تجربوا بيها البطاطس مقرمشه وتجنن. هستنى تجربوها وتعرفوني رايكم.